باختلاف عصور ديزني من اول ظهورهم مع فيلم سنو وايت لحد الافلام المريبة ديت، ديزني كاستوديو رسومي عاصر لحظات قوة ولحظات ضعف باشكال ما تتوصفش، وسجل تاريخي مليان. فترات كلها على مدار ال100 سنة اللي فاتوا كلهم معروفين حتى اسوأهم بعد والت ديزني، بس فترات ديزني قوية قوي محدش بينساها خالص. اكبر مثال على كده هما الفترتين التسعينات وفترة عصرهم الماضي. محدش ناسي فيلم علاء الدين، فيلم تارزان، مولان، ذا لاين كينج، ومحدش برضو ناسي فيلم تانجلد، ريكت رالف، فروزن، زوتوبيا والافلام الزبالة دي. فترة ديزني بعد وفاة والت متشائمة بالنسبة للاستوديو، بس فترة الألفينيات فيها حاجة مختلفة. فترة التسعينات ديزني عاصرنا فيها فترة قوية جدا لديزني في السينما، قصص، خيال، أداء سينمائي، فن، مؤثرات وحاجات حلوة جدا. منهم شوية هبد، بس على الجانب الأكبر حاجات أنا هتفرج عليها واساهم وقتي فيها وهستمتع. فترة الديزني رينيسانس، فترة ابتدت عظيمة وانتهت بعظمة. ايه بقى اللي حصل بعدها؟ اتمنى بجد محدش يكون سأل السؤال ده، عشان عيب بجد ان السؤال ده يسأل، لكن هجاوب عليه. في سنة 1999 كان في مشكلتين لديزني، بيكسار ودريموركس انيميشن. بيكسار كانوا بيقدموا افلام بتكنولوجيا وجودة اكبر من ديزني، ودريموركس انيميشن كانوا بيقدموا الحاجة اللي ديزني ما يقدروش يقدموها. فيلم توي ستوري 2 وفيلم ذا برنس اوف ايجيبت نزلوا، والاتنين كانوا فيلمين منافسين جدا لفيلم تارزان اللي نزل في نفس السنة في 1999. ده غير فيلم تشيكن ران اللي كان هينزل قريب بشكل مختلف تماما عن افلام ديزني ومتوقع يتفوق عليهم. ايه بقى رد ديزني القوي العبقري اللي هيعرف الناس دي مقامها؟ مش ممكن لما الديناصورات تكون السبب في فشل مشروع، مش ممكن بجد. المهم يعني ديزني عوضوا الهبل اللي عملوه دوت ونزلوا الفيلم ده The Emperor's New Groove. فيلم جميل نزل في السينما وحقق نجاح وعمل ايرادات، ولو انه مش النجاح اللي ديزني كانوا متوقعينه لكنه نوعا ما نجح. وبعدين يعني بيكسار كانوا مريحين شوية في سنة 2000، فديزني كانت على الأغلب متفوقة. سنة 2001 بقى ديزني قرروا ينزلوا بالفيلم الكبير، فيلم Atlantis The Lost Empire. فيلم جميل جدا برسومات ومؤثرات وقصة جميلة، يدوب يعرف يلم تمنه، ما عملش أكتر من كده. احنا كان عندنا مشكلة صغيرة برضو، ان الفيلمين دول نزلوا في نفس السنة. مش حركة لطيفة الصراحة وانا متفهم، بس في نقطة صغيرة ان ديزني بالكاد جابوا ايرادات كويسة في سنة 2000 قصاد فيلم الفراخ. فنبتدي بقى اطلاق الفصل ده من تاريخ فترات ديزني، وهي معروفة كالآتي: بوست ديزني رينيسانس، فترة تجريبية بائسة جدا لمحاولة تكيف ديزني مع بيكسار ودريموركس، بس ما قلش بائسة للدرجة دي يعني، وهقول لكم ليه دلوقتي. بعد تجربة 2001 الشبه ناجحة، ديزني قرروا يدخلوا دخلة الروشنة بتاعة دريموركس، بس طبعا بلمسة ديزني. فنرحب بفيلم ليلو اند ستيتش. عالدغري كده الفيلم ده رسوميا ما كانش اقوى من الافلام اللي قبله ولا اللي بعده، لكنه كان متوسط بس فيه مرح في المشاهدة. ليه انا بقول الكلام ده؟ لان الفيلم اعتمد نجاحه بشكل كبير على دعايته واخراجه وكتابته عن اي حاجة ليها علاقة بفكرة ان ايه يا جدعان الفيلم اللي شكله معمول لعيال في حضانة ده، هتلاقينا يا ابني افلام بيكسار. فيلم ليلو اند ستيتش بميزانية مقدارها حوالي 80 مليون دولار قدر يغطي ميزانيته بحوالي 4 أضعاف المكسب. خلى الفيلم نجح جدا لمجرد دعايته اللي استخدمت شخصيات ديزني من افلامهم اللي نزلت في التسعينات، فده شيء مبهر جدا. يعني خلاص ديزني راجعة بقى والكل هيرجع لورا. جدير بالذكر كمان ان حتى المنافسة مع ديزني في 2002 ما كانتش قوية اطلاقا. الافلام اللي كانت موجودة قصاد ديزني كانت بتمشي الحال بس مش حاجة كبيرة. فاي فيلم تاني هينزل من ديزني في نفس السنة وهيفشل كان هيبقى غلطة ديزني 100%. واضح اننا اتكلمنا بسرعة. فيلم تريجر بلانيت الصراحة يعني فيلم جميل جدا جدا جدا، بل اقدر احطه قصاد اقوى افلام بيكسار من الفترة ديت ويسد بامتياز. رسومات
وقصة وشخصيات وعالم، انما ايه، تحفة، حاجة يقال عليها سبكتكل، مش مجرد فيلم نازل السوق وخلاص. ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل كالآتي: ميزانية 140 مليون دولار اتحطت في الفيلم جميل جدا، واسترخصوا يعملوا اي نوع من انواع الدعاية للفيلم. فايه اللي حصل بعدها؟ الفيلم مغطاش تكاليفه، وحتى يعتبر البلاك شيب بتاع ديزني، وفيلم من اكبر خسائر ديزني على الاطلاق. تقييمات النقاد الاولية برضو اذت الفيلم جدا، لان عدد النقاد اللي شافوا الفيلم في الاول ما كانش يعتبر كتير مقارنة بالافلام التانية، وكفاية الذكر اللي اتعملت على افلام 2002 كانت بتذكر ديزني بفيلم ليلو اند ستيتش. واحد برضو من الحاجات التانية اللي تم استخدامها في أذية الفيلم هو استخدام ديزني بشكل كبير للفيلم ده لصناعة مواد ترفيهية أخرى، ألعاب أطفال، ألعاب فيديو، ألعاب ملاهي ومش عارف إيه، بدون ما يستثمروا أي استثمار في دعاية الفيلم نفسه اللي مفروض هينجحه، اللي خلى الفيلم يبان ضعيف جدا في السينما، ورؤية الناس الأولية في الفيلم ما كانتش أحسن حاجة. فنستنتج إيه من الموضوع دوت؟ إدارة الفيلم بشكل أساسي من ديزني كانت مدمرة. في السنة اللي بعدها بقى 2003 بيكسار رجعوا تاني بفيلم محقق 10 أضعاف ميزانيته مع فيلم الصيف Finding Nemo، ودريموركس نزلوا فيلم سيء بس جاب تمنه، وديزني نزلوا فيلم الأغاني بتاعته معروفة أكتر منه. فلما نتكلم عن ميزانيته اللي هي في الحوالي 40-45 مليون، هنعرف ان اغلبها راح فين. 2004 جت وديزني عارفين ان الاستوديو الرئيسي بتاعهم ميت، وانا على فكرة بتكلم بجد. استوديو ديزني التلفزيوني او ديزني تون ستوديو عملوا فيلم احسن من استوديو ديزني الرئيسي اللي هو فيلم هوم اون ذا رينج. المهم يعني من الكلام ده، بيكسار كانوا منزلين اقوى فيلم سينمائي على الاطلاق، ودريموركس كان معاهم فيلم شريك 2. فديزني بره المنافسة خالص. بنقول ايه؟ مش فاهم. الاستوديو الاساسي اتقفل وكل واحد اتفرق واستوديو جديد اتعمل، واول فيلم من الاستوديو الجديد كان الفيلم العظيم جدا ده، اهلا بكم في 2005 يا شباب. 2006 ما كانتش في حاجة مع ديزني طلعوها، فقاموا بعملية توزيع فيلم مش من انتاجهم باسم ذا وايلد. من شكله كده عرفنا ان ديزني خلاص بقى بيسرقوا محتويات استوديوهات تانية عشان يعدوا الدنيا ويجيبوا شوية بقشيش. المهم يعني 2007 جت ببشاير حلوة على ديزني، ومش هتصدقوا، ديزني اشتروا بيكسار. عظمة، مش ممكن على العظمة والجمال ده، انجاز روعة. ها بقى الافلام اللي هتنزل هتكون على مستوى بيكسار ولا ايه؟ لا، فيلم ميت ذا روبنسونز نزل في جدول زمني مختلف عن اللي ديزني بينزلوا فيه افلامهم. الفيلم نزل في اول السنة ومليان تريكات وحاجات مختلفة عن اللي ديزني عملوها قبل كده. السبب تدخل بيكسار في انتاج الفيلم. ما كانش بالنجاح المادي اللي هو، لكنه كان اول فيلم نضيف منتج من ديزني ينزل السوق ويطلع فيلم حلو بعد حوالي 4 افلام سيئة تنزل من الاستوديو. الفيلم كان حلو والناس عجبها الفيلم بعد حوالي 5 سنين متتالية من الافلام الزبالة، بس ده طبعا مش هيرجع ثقة الناس في ديزني ولنا في فيلم ليلو اند ستيتش عبرة. 2008 كانت اخر سنة باخر فيلم في الحقبة المنيلة ديت. فيلم بالت كان فيلم الطفولة بالنسبة لي وكان روعة على الاخر. عشان اجيب لكم المفيد، بيكسار وبالاخص جون لاستر كانوا من ضمن انتاج الفيلم ده بشكل اكبر من الفيلم اللي فات، والموضوع ده هيستمر من هنا لحبة حلوين قدام، لحد ما ديزني يعرفوا يمسكوا نفسيهم كويس من تاني ويبطلوا هبد في الافلام اللي بيعملوها. ويا لحسن الحظ في اللي حصل، فيلم بولت كان ناجح جدا على المستوى العام. الفيلم كان حلو، حقق نجاح ما شافش زي من فيلم ليلو اند ستيتش، نجاحه مادي كان كويس جدا، وتقييمات النقاد كانت ممتازة، مش ممتازة قوي بس يعني كانت حلوة. فالفيلم عرف يحقق التارجت بتاعه. الفيلم ده كان مليان اسماء كبيرة جدا اشتغلت عليه، ساهمت في صعود ديزني بشكل كبير في الحقبة الجديدة. ناس من فيلم راكيت رالف، تانجل وزيتوبيا اشتغلوا على الفيلم ده لحد ما طلع زي ما كان مطلوب. فبمعنى صح، وانا عارف ان في ناس كتير بتكره الفيلم دوت لاسباب مش هنتكلم عنها في الفيديو، الا انه لولا فيلم بولت
ديزني ما كانتش كملت لحد 2010 مع الاستوديو دوت، وعلى الاغلب الاستوديو كان هيقفل بالكامل. واهو كان في ميزة قوية من شراء ديزني لبيكسار. شكرا للمتابعة، واسيبكم تكملوا بقية يومكم. بيس.